هذه الحكومة ستظل قائمة إلى أن تنفجر من الداخل. لكن أنا شايف أن الانفجار أن نتنياهو لن يستطيع تحمل الضغوط الدولية، لن يستطيع تحمل ضغوط الإدارة الأمريكية. التناقضات الداخلية ليست هي الأساس ليست في هي تفجير هذه المسألة. الأساس هو الضغط الخارجي. طب هنا فكرة اللي هو أيضا نتنياهو أعلن بأنه الحكومة مفتوحة لكي ينضم إليها، وفكرة مشروع إدخال كديمة إلى أي مدى يمكن أن ينجح هذا المشروع؟ إلى أي مدى ده مسألة واردة في ظل الحسابات المطروحة حاليا في إسرائيل؟ يعني أنا سوف أتطرق بالطبع للخيارات السياسية وهي الأهم. الخيارات السياسية فيما يتعلق بالشرق الأوسط هقعد لها بس بعد ما نشرح النقطة دي تحديدا. يعني هذه النقطة مهمة جدا، لكن أول أمس كانت هناك عملية استلام وتسلم في وزارة الخارجية، وليبرمان باعتباره وزير الخارجية الجديدة كان يتسلم مهامه من ليفني وزيرة الخارجية السابقة، وهناك تحدث عن أن أنابوليس ليست ملزمة لإسرائيل، مع أنه قال أنني ملتزم فقط بخطة خارطة الطريق، وأنه سوف يعتمد على مسألة التبادلية، وقدم اعتذارا لمصر، وهذه مسألة مهمة. قال أن مصر هي محفل هام جدا، وأن مصر هي ضمانة استقرار العالم العربي والمنطقة، وأنه سيسره إذا سيزور مصر، وأنه سيسره أكثر إذا زار الزعماء المصريين إسرائيل. لكنه عندما تحدث عن أنابوليس، عندما تطرق إلى مسألة أنابوليس تحديدا وقال أنه غير ملتزم وأن حكومته ووزاراته غير ملتزمة بأنابوليس، خرقت سيفي ليفني البروتوكول وردت عليه مباشرة. قالت له: لهذا أنا أكثر اقتناعا الآن بأنني لم أشارك في الائتلاف الحكومي، لأنه ليفني ما تزال تراهن على أن هذه الحكومة في طريق محتوم إلى التصادم مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تنتظر، لذلك لن تتقدم خطوة، لأنها سوف تخسر مصداقيتها في الشارع الفلسطيني ولا ناخبيه، في الشارع الإسرائيلي ولا ناخبيها. ليفني تحتفظ بمسألتين في شخصيتها ولدى كديمة. أولا أنها مسلكيتها مقارنة برؤساء الوزراء الإسرائيليين والسياسيين الإسرائيليين يديها نظيفتان حتى الآن، وأنها رفضت ابتزاز الأحزاب الدينية عندما قالت لشاس لا لن يبتزوني، ولذلك هي تحظى بتأييد من الناخب الإسرائيلي فيما يتعلق بهذه المسائل، ولذلك هي تتربص بهذه الحكومة، تنتظر تفككها سواء لعوامل داخلية، وبالتأكيد هي تراهن على أن هذه الحكومة إن أجلا أو عاجلا سوف تتصادم مع إما أن تنهار هذه الحكومة ويتم تشكيل ائتلاف جديد وفقا لمطالبها بأن يتضمن البرنامج السياسي نصا يقول أن الحكومة تلتزم بالمسار السياسي لحل الدولتين، أو أن نتوجه إلى انتخابات جديدة، وفي هذه الانتخابات يمكن أن يسقط اليمين وتعود ليفني مرة أخرى إلى قيادة الحكومة. وأيضا في حالة ما لو قبلت بالدخول في هذه المرحلة، البعض يتوقع أن يحدث انشقاق داخل كديمة وصفوف كديمة، وبالتالي لن يكون ذلك الليكود. لا، الانشقاق الأكثر المتوقع هو في الليكود، لأن الليكود عصابة ال 12 التي طردت شارون هي أكثر تشددا من كل من على الساحة، بيني بيجن وآخرين هم أكثر تشددا، وهم الذين طردوا شارون من داخل البيت الذي أسسه. علينا أن نعرف أن شارون هو من أسس حزب الليكود في عام 73. شارون ملك إسرائيل المتوج آخر جنرالاتها وأباطرتها تم طرده من قبل ال 12 اللي هي الحلقة الضيقة التي ساندت نتنياهو في فترة وجوده في المعارضة. هؤلاء لن يسمحوا بأن يتخلى حزب الليكود عن برنامجه السياسي ويقبل مسألة حل الدولتين. قد ينقلبوا، حتى إذا انقلبوا على شارون فلماذا لا ينقلبوا على نتنياهو؟ طيب دكتور مال، هنا فكرة رفض حل الدولتين ورفض أنابوليس، إلى أي مدى هذين الموقفين بيعتبروا مواقف استراتيجية أم هي مواقف تكتيكية من وجهة نظرك؟ من جانب الحكومة الإسرائيلية الحالية. لا، أنا أعتقد نتنياهو وتحدث عن ليبرمان. لا، أعتقد أنه موقف استراتيجي من جانب ليبرمان، لكنه ليس استراتيجيا من جانب نتنياهو. نتنياهو زي ما قلت قابل الضغط عليه، إنسان براجماتي، شخص واقعي عملي، يرغب في الحفاظ على السلطة. هو بعد الانتخابات قال أنا كنت في 96 لما انتخبت رئيس الوزراء كان عندي 47 سنة، أنا دلوقتي بقيت تجاوزت 60. بعد انتخابات 96 شكلت حكومة يمينية ضيقة، لن أكرر هذا الخطأ مرة أخرى. يعني هو شخص سياسي بمعنى دقيق، يستطيع أن يعمل مع باراك ويعمل حتى مع ليفني، لأنه خلي بالك من أن احنا بنتكلم على الليكود كديمة إسرائيل بيتونا، كل دول مدرسة الليكود، كلهم انشقاقات عن الليكود، تنويعات عن الليكود. كويس، فبالتالي هم يقدروا يشتغلوا مع بعض.
انا شايف انه ودي احزاب كبيره، احزاب مؤسسه، احزاب يعني ليها اكتر من 20 و30 سنه، سواء حزب العمل اللي بدأ مع الدوله في انتخابات الكنيسه الاولى سنه 49، او الليكود، او اسرائيل بيتونا حتى اللي هو بيلعب في هامش من 10 ل 15 مقعد، من 11 زاد ل 15، لانه بيعتمد على حوالي مليون مهاجر من الاتحاد السوفيتي السابق اللي قلنا فيهم نسبه واللي في جزء غير يهودي زي ما بنتكلم دلوقتي. فعشان كده متبني برنامج علماني، رغم ان هو يميني ومتطرف ومتدين وبيروح حائط المبكى وبيمارس كل الطقوس ديت، لكنه فيما يخص هذا الامر هو علماني تام، لان القاعده الانتخابيه بتاعته من الروس جزء منهم غير يهود ومش متدينين وكانوا مهاجرين اقتصاديين. فبالتالي هذه الحكومه انا اعتقد انها يمكن ان تنفجر تنفجر لاعتبارات كثيرة، منها مثلا أي تناقض، لأن نتنياهو في صياغته الاتفاقات الائتلافية كان برضو ذكي، يعني يقول إيه مثلا في حال انضمام مع إسرائيل بيتونا، في حال انضمام أحزاب أخرى يعاد النظر في توزيع الحقائب الوزارية بما فيها وزارة الخارجية، على أساس لو دخلت تسب لبني تاخد الخارجية، يقدر إن هو يعمل ضبط مرة أخرى للتوازنات إنه الداخلية. موضوع الزواج المدني يعملوا باقتراح معين عشان يأجل طرحه، لكن لو طرح وتناقش على الترابيزه في الحكومه هيفجرها. لكن انا اعتقد انه بعد شويه مع الوضع اللي في الولايات المتحده الامريكيه وتوجهات اوباما والتطورات، واحنا شايفين في قمه الناتو ايه التنازلات المتبادله اللي بتتقدم في كثير من الامور للاوروبيين، قدم اعتذار، يعني اقصد اقول ان باراك اوباما داخل بسياسه اكثر انفتاحا، مش هيقبل انه يساء للسياسه الامريكيه بسبب استمرار هذا الموقف الاسرائيلي اللي خلى منظمات يهوديه امريكيه اتحركت ضد ليبرمان. فانا اعتقد انه نتنياهو نفسه لن يستطيع الصمود امام الضغوط الامريكيه. وعلى فكره في مقال مهم كان موجود في صحيفه من الصحف الاسرائيليه، اعتقد يدوت حنوت، اتكلم على انه على نتنياهو انه يقبل هنا حل الدولتين بدل ما يروح ياخدهم منه باراك اوباما في مايو اللي جاي، لانه هيزور الولايات المتحده الامريكيه في مايو اللي جاي. فخلينا نعملها احنا من هنا، تبقى جايه بادره اسرائيليه وليست دراسه، ودي الخطه اللي اتقبلت من الجميع وما فيش حد في العالم مستعد يتراجع عنها. هنا دكتور سمير بيطرح المقوله الشهيره اللي مش عارفين هل هي حقيقه حدثت ولكنها قابله للتكرار ام لا، ان كل الحروب الاسرائيليه ضد العرب قام بها العمل، وكل التنازلات بالمفهوم الإسرائيلي قدمها اليمين. إلى أي مدى يمكن الرهان على هذه الحقيقة السابقة؟ لا، هناك استثناءات الحقيقة، لأنه لا يمكن التعميم في هذه المسألة. فبيجن هو الذي يعني عقد معاهدة السلام مع مصر قبل 30 سنة، لكن رابين هو الذي عقد اتفاقية السلام في وادي عربة. رابين هو الذي توصل إلى اتفاقية أوسلو مع ياسر عرفات. وبالمقابل فإنه شارون اليميني هو الذي شن الحرب على لبنان في عام 82 وهكذا. فلا توجد قاعدة عامة يمكن القياس عليها، لكن توجد ظروف متغيرة. هذه المسألة يعني يجب علينا ألا نحارب باستمرار يعني كجنرالات يعني العواجيز الحروب السابقة. لأنه يعني أنا أعتقد أن دي إشكالية في العقل العربي باستمرار قياس على مسائل قديمة وبناء يعني استنتاجات على واقع متغير يحمل دائما يعني أمور متغيرة. مثلا الموقف المطلق من ليبرمان أنا أعتقد أيضا أنه موقف غير صحيح. فليبرمان مثلا صرح في وقت من الأوقات قبل تشكيل الحكومة في صحيفة أمريكية أنه يقبل حل الدولتين، لكنه الآن يتبنى وجهة نظر نتنياهو بالكامل التي تقول بالتبادلية. هو يريد أن يحدث تبادل ديموغرافي، بمعنى أنه إذا أقيمت دولة فلسطينية فيعزل مناطق بسكانها أم الفحم سخنين، يخرجها خارج السياق. هو لديه شعار هو هذا المفتاح الأساسي له، أن المواطنة بالولاء، أن كل شخص عربي لا يؤمن بالولاء لإسرائيل عليه أن ينتقل إما سياسيا إلى الجزء العربي أو عمليا ينتقل إلى هناك. لكن علي أن أقول أيضا ربما لا يعرف الكثيرين أن هناك نائب من 15 نائبا لإسرائيل بيتنا عربي،